تشير الخريطة التي أمامك إلى دولة ألمانيا. يشير الرقم 5 إلى دولة فرنسا. الرقم 4 يشير إلى جبال الألب. الرقم 2 يشير إلى مدينة برلين. تتركز زراعة البنجر في دول قارة أوروبا بما تفسر بسبب توافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة البنجر. توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة، لأن الغاز الطبيعي أسهل في النقل وأقل ثمنًا وأقل تلوثًا للبيئة. حدد الصناعات القائمة على المواد الخام الآتية: القطن، المنسوجات، المطاط الطبيعي، إطارات السيارات، البوكسايت، الألمنيوم، النحاس، أسلاك الكهرباء. ما هي الدولة الأولى عالميًا في إنتاج الخامات؟ اللحوم الصين. الأصواف أستراليا. الحديد الصين. البترول السعودية. دلل على صحة العبارة للمرتفعات الوسطى بألمانيا أهمية اقتصادية، حيث يوجد بالمرتفعات الوسطى التلال والينابيع والغابات المخروطية التي تعد مصدر جذب سياحي. لعبت الوحدة الاقتصادية الأوروبية دورًا رائدًا للتكامل في العالم، حيث أدت الوحدة الاقتصادية إلى تدعيم إقليم غرب ووسط أوروبا جمركيًا من قبل هيئة الاتحاد الأوروبي. دلل تعد نيجيريا من الدول الرئيسية في العالم لإنتاج الوقود الحفري، حيث يستخرج الفحم في نيجيريا من المنطقة الشرقية، ويستخرج البترول من المنطقة القريبة من الساحل الجنوبي الشرقي. تتعدد الأنشطة الاقتصادية في العالم في دول عبارة: أجب. المقصود بالزراعة الكثيفة زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لتكفي حاجة السكان. ما العلاقة بين توطين البدو والطاقة غير المتجددة؟ أدى تدفق البترول إلى توطين البدو في شبه الجزيرة العربية. مسترشدا بدولة الهند استنتج إمكانية حل المشكلة السكانية في مصر. يمكن لمصر حل المشكلة السكانية عن طريق الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي كما فعلت دولة الهند. التاريخ. دعا الرئيس الأمريكي ويلسون، نشيل ويلسون ونحط كارتر، إلى عقد اجتماعات بين مصر وإسرائيل في مقاطعة كامب ديفيد. ساهمت منظمة الفاو في إنقاذ آثار معبد أبو سمبل وإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية، نشيل الفاو ونحط اليونسكو. شغلت هدى شعراوي رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طبعا هنشيل هدى شعراوي ونحط أمال عثمان. أصبح قطاع غزة أوائل عام 1967 تحت السيادة البريطانية، نشيل البريطانية ونحط المصرية. وضح الارتباط بين كل من قرار مجلس الأمن. الارتباط يعني العلاقة. 242 1967 ومعاهدة السلام. كان قرار مجلس الأمن 242 هو الأساس التي تم وضع بنود معاهدة السلام عليه. ثورة 23 يوليو والنهضة التعليمية في مصر. اهتمت ثورة 23 يوليو بالتعليم، حيث جعلت التعليم مجاني في جميع مراحله حتى الجامعي. تصنف أولى إنجازات الثورة أنها في المجال الاجتماعي. أولى إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي. تم عقد مؤتمر مدريد للسلام بدولة أسبانيا. عقدت مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لتزويد الجيش المصري بالأسلحة. صدر الدستور الدائم 1971 لمصر في عهد محمد أنور السادات. لمن تنسب الأعمال التالية؟ تولى رئاسة الحكومة المصرية بعد حادثة 4 فبراير طبعا مصطفى النحاس. تولى حكم مصر خلفا للرئيس المؤقت عدلي منصور عبد الفتاح السيسي. أنشأ مجلس شورى النواب الخديوي إسماعيل. أعد دراسة لاختيار أنسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية على إسرائيل، طبعا محمد عبد الغني الجمسي. ما الأثر الناتج على بناء السد العالي؟ أدى إلى حماية مصر من خطر الفيضان وتوليد الكهرباء.
ما الأثر الناتج عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة؟ أدى إلى تقسيم فلسطين إلى 3 مناطق: دولة عربية، دولة يهودية، القدس منطقة دولية. ما الأثر الناتج؟ ما الأثر الناتج يعني ما النتائج المترتبة؟ معركة رأس العش أدى إلى منع إسرائيل من احتلال مدينة بور فؤاد. أهم الإجراءات التي قامت بها بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور: السماح لليهود من جميع أنحاء العالم بالهجرة إلى فلسطين، والسماح بنقل ملكية الأراضي إلى اليهود عن طريق التملك أو التنازل. الهدف من إنشاء جامعة الدول العربية تعزيز وتدعيم العلاقات العربية وحماية استقلال كل دولة على أراضيها. قيم من خلال دراستك موقف الجيش المصري من ثورة 25 يناير. هنقول كان الجيش المصري هو القوة الداعمة للشعب وللمواطنين في ثورة 25 يناير. انتهى الامتحان.